هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده فكره الفيديو هتكون عن اساسيات البادي كير عشان نخلي جسمنا في احسن مظهر وفي احسن ريحه كمان وكل حاجه. النهارده في الفيديو هقول لكم بس الاساسيات بتاعه البادي كير اللي احنا المفروض نعملها. وانا يعني مش هقول منتجات كتير في الفيديو، على قد ما انا هقول ايه الاساسيات، وازاي مثلا لو احنا حصل مشكله في جسمنا ازاي نقدر نعالجها ونقدر نواجه المشكله دي ونحلها في اسرع وقت باحسن الحاجات وفي وقت كمان مش طويل. فيلا بينا نبدا الفيديو. طيب اول حاجه بنبدا بيها في الروتين بتاعنا هو السكراب. قدامنا حلين اتنين. اول حاجه يا اما تعملوا سكراب من البيت عندكم او تجيبوا حاجه من بره. طب ايه هو السكراب من البيت؟ ممكن نحط قهوه على سكر على زيت زيتون، او ممكن نبدل زيت زيتون بزيت لوز حلو او زيت لوز مر. الحاجات دي بتبقى افكتيف جدا على البشره، ولكن ده يتحط بس على الجسم ما عدا مثلا الاندر ارم، عشان ده بيكون طبعا تقيل قوي على المناطق دي. بس ممكن السكراب ده يتحط مثلا على دراعنا او ايدينا، رجلينا، ركاب، كوع كده يعني. يعني برضو ممكن نحطه على الرقبة، ولكن برضو الرقبة احيانا برضو تبقى من المناطق اللي ممكن تتحسس بسرعة، فيعني بلاش نحطه على الرقبة، فنحطه بس على المناطق اللي انا قلت لكم عليها دي، وكمان بيكون افكتيف جدا. وممكن بقى الحل التاني اللي احنا نجيب سكراب من بره. ممكن نجيب بتاع ايفا او بتاع بابلز، او كمان بتاع بوبانا، بس صراحة بتاع بوبانا مش افكتيف خالص خالص على البشرة، صراحة ما عجبنيش خالص. في حاجة مهمة جدا بقى مع السكراب المفروض نعملها عشان يكون الحاجة افكت اكتر على جسمنا، وهي الدراي براش اللي هي تظهر قدامكم على السكرين دي. بس اهم حاجة تجيبوها من حتة موثوق منها، تكون الخامة بتاعتها كويسة، تكون يعني مش ناشفة ومش طرية قوي، تكون يعني حلوة احنا نستحمل حركتها. فاحنا بنحط السكراب على جسمنا وبطرق يعني في دايرة كده نعمل بيها بالدراي براش دي. ايه فايدتها؟ فايدتها اللي هي بتشيل الجلد الميت وبتساعد على جلد الوزة يكون بشكل اقل، وكمان بتخفف من ستريتش ماركس، مش قوي الصراحة يعني، عشان دي برضو مش اي حاجة تشيلها، بس هي بتخفف من شكلها مش بتشيلها خالص. والصراحة هي ليها فايدة كبيرة جدا دراي براش دي. ممكن كمان احنا ناخد شاور بيها يعني برجلينا وايدينا وظهرنا وكل ده. وطبعا السكراب عموما يكون على جلد مندي مش ناشف. دي اول خطوه معانا. تاني خطوه هي خطوه الشيفنج بعد السكراب على طول، وطبعا دي بتكون لازم ان احنا نعملها بحرص جدا، لان مش كل الطرق تنفع مع اي حد. في ناس بتحب مثلا الشيفنج العادي او السويت او اي طرق تانية عموما ليزر او كده يعني، فهي بتكون على حسب ما نحب. فالنهارده بقى انا جايبه لكم بديل لفينوس، اللي هي الشفره بتاعت فينوس، وهي اسمها ايفي 6 اللي هتظهر قدامكم على السكرين دي بديل لفينوس طبعا عشان فينوس مقاطعه، فدي برضو حلوه وهتبقى افكتيف معاكم. وبعد بقى الشيفنج فاحنا بناخد الشاور بتاعنا العادي. طبعا بستخدم شاور جل او براحتكم شوفوا انتوا عايزين ايه. لو عندكم مثلا مشاكل كمثلا حاجه عايزين تخلوها تفتح في جسمكم، ممكن تستخدموا غسول الوايتنج بتاع ستارفل ده. واحنا بناخد الشاور بتاعنا العادي بقى، يعني الاحسن ان احنا نستخدم الليفه المغربيه دي، او الليفه اللي بتبقى لوف دي اللي هي صغيره، او الشكل ده يعني براحتكم. وبلاش الليفه العاديه دي، لان الليفه العاديه دي بتلم بكتيريا كتير جدا، وبتبقى ناشفه قوي على الجسم، وبتبقى يعني جامده قوي، يعني اللي هي مش حلوه يعني، بتعمل التهابات، ممكن تعمل اسمرار، كل ده. طبعا الليفه المفروض ما تجيش على اي سناسب اريا، او ما تجيش على الوش خالص خالص طبعا، عشان بتعمل التهابات واسمرار ومشاكل كتير جدا، فبلاش منها يعني عشان ما تعملش مشاكل. وكمان احنا بعد بقى خلاص ما بنطلع من الشاور، خلاص خلصنا الشاور بتاعنا، في مثلا مشاكل احنا بنقابلها لو عندنا مثلا جلد الوزة. جلد الوزة ده بيحتاج كريم فيه مادة يوريا، عشان دي اللي بتخلص من جلد الوزة نهائي. والكريم اللي فيه مادة اليوريا زي كاربامايد اللي هو يظهر قدامكم على السكرين ده افكتيف جدا جدا صراحه، تحفه. انا جربته، انا ما عنديش جلد الوزه، بس جربته على حاجات كتير قوي.
تانية الصراحة كان افكتيف جدا جدا الصراحة. في ناس كتير جربوه لجلد الوزة، بصراحة كان افكتيف جدا جدا. انا صراحة بحبه وبحس اللي هو يعني بيعمل حاجات كتير قوي، وكمان سعره حلو، فالصراحة هو تحفة، فلازم تجربوه. وبعد احنا بنخلص بقى الشاور بنحط براحتنا مثلا بادي لوشن او الكريمات بقى بتاعتنا. لو عايزين برضو نفتح مناطق معينة بنستخدم كريمات تفتيح زي ما بنحب، زي مثلا ستارفيل او اي حاجة من دي. ده برضو بيكون افكتيف جدا، ولازم يكون بعد الشاور على طول. ولكن لو انتوا عاملين شيفنج ما تحطوش كريمات تفتيح، ما تحطوش حاجه فيها روايح كتير قوي، ما تحطوش بادي سبلاش. واخر حاجه هننهي بيها الفيديو، وهي كتير قوي مننا بيعاني من مثلا التهابات في الصيف والحر وكده، فاحنا ممكن ان احنا نتعامل معاها ازاي. طبعا لو جسمنا فيه التهاب مثلا في ايدينا رجلينا اي حاجه، نبعد خالص الفتره دي عن الشيفنج، عن السكراب، عن اي حاجه فيها روايح جامده، على مثلا اي برفان او بادي سبلاش، اي حاجه فيها روايح جامده عموما. نستخدم بس ناخد الشاور بتاعنا العادي ونحط كريم مرطب براحتكم ايا كان ايه هو يعني، بس حاجه تكون من غير ريحه عشان الالتهاب ما يزيدش. نلبس حاجه قطن، ده عموما في الصيف يعني عموما لصحه الجسم عموما. وكده يكون اغلب الحاجه اللي انا كنت عايزه اقولها لكم قلتها لكم، والفيديو يكون خلاص كده، واتمنى ان تكونوا استفدتوا والفيديو عجبكم. ولو عايزين اي سؤال احط لكم لينك الانستجرام في اول كومنت، ولو عايزين تسالوا اي سؤال ابعتولي على الانستجرام على طول على الدي امز وانا هرد على طول. واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.